مشاهدينا الأعزاء، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. استطاع نادي فريق الهلال السعودي الفوز ب7 أهداف على فريق الدحيل القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم الذي يقام في دولة قطر على ملعب الثمامة، حيث استطاع نادي الهلال الظفر باللقاء واستعراض عضلاته والفوز بالمباراة ب7 أهداف للا شيء، حيث عرفت المباراة أطوار وندية قوية بين الفريقين، لكن الهلال استطاع أن يفرض سيطرته على اللعب ويبرز قوته، حيث استطاع مهاجمه إيغالو تسجيل سوبر هاتريك كأول لاعب يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة وفي نصف النهائي. وبهذا الانتصار استعاد فريق الهلال هيبته القارية، حيث سعى لاستعادة أمجاده التي حققها على نادي الدحيل القطري عام 2008 و2009، حيث استطاع الفوز عليه وفوز بدوري أبطال آسيا. ويعود نادي الهلال إلى سكة الانتصارات، حيث كان قادما من المغرب، حيث شارك في بطولة كأس العالم الأندية وخسر أمام ريال مدريد ب3 أهداف مقابل هدفين في مباراة قوية وممتعة بين الفريقين. واستطاع نادي الهلال الظفر بالمباراة بكل سهولة، واستطاع أن يفرض سيطرته في جميع اللقاءات الثنائية التي جمعت بين اللاعبين، حيث هزم فريق الدحيل الطامح في الظفر باللقب والوصول إلى النهائي القطري الذي كان يود أن يلعب في ملعبه.